هلو يا جماعة، أوراق بحثية كتير بتتكلم وبتقول إن بداية ظهور جنس الإنسان البشري العاقل الهومو سيبينز كانت في فترة من 200 ألف سنة ل 300 ألف سنة فاتت. ظهر وكان موجود في أفريقيا، ومن أفريقيا بدأ ينتشر لكل أجزاء الناطورة، وهقول لكم امتى بالظبط. بس الفكرة ان هو أول ما ظهر كان بعيد قوي قوي عننا، يعني ما كانش شبهنا دلوقتي. لا بيستخدم مثلا الأدوات بالطريقة اللي احنا بنستخدمها، لا بيفكر بالطريقة اللي احنا بنفكر فيها. ما كانش مسمي الحياة، كان بدائي جدا أكتر بكتير من اللي الأفلام بتبينه. حتى ما كانش بيتكلم لغة ثابتة، يعني ما كانش فيه لغة، كانت عبارة عن همهمات حركات كده للتواصل مش اكتر. لكن ما كانش فيه انسان، او ما نقدرش نقول ان كان فيه قبيلة او مكان معين القبيلة دي كان ليها لغة، او المجموعة دي من الناس كان ليها اللغة اللي بيتكلموا بيها. لكن من 70 سنة فاتت الإنسان بدأ ينتشر ويروح كل أجزاء الناطورة، من أفريقيا لكل الأجزاء. وده نقدر نقول كانت الفيصل أصلا في اللي الكوكب عليه دلوقتي. الإنسان فعلا قبل ما يهاجر وقبل ما يبدأ يتكلم كان ملوش لازمة. مش ملوش لازمة، يعني كان زيه زي أي كائن موجود على الأرض. يعني تأثيره ما يفرقش تأثير مثلا شمبانزي، ولا تأثير جيليفيش، ولا تأثير حتى أي سلحفة، أي حيوان ملوش أي تأثير. لكن فكرة بداية سفره دي بتدل على ان هو بدأ فعلا يعمل تعاون جماعي كبير. يعني ايه تعاون جماعي كبير؟ يعني ايه اللي بيميز الانسان عن باقي المخلوقات؟ لو هنتكلم مثلا، هنفترض خناقة ما بين انسان وما بين شمبانزي، والاتنين المفروض يتخانقوا مع بعض من اجل البقاء. لو هما الاتنين على جزيرة لوحدهم، تفتكروا مين اصلا اللي هيكسب؟ تفتكروا مين؟ انهي كائن، او الانسان ولا الشمبانزي هو اللي هيكون اقوى وهو اللي هيسرفايف بشكل احسن؟ طبعا الإجابة من غير تفكير هتكون الشمبانزي، وده لعدة عوامل كتير. البنية الجسدية مختلفة، هو وزنه بيكون أحسن، هو بيقدر يتسلق أحسن، هو بيجري أسرع، هو كمان عنده الأنياب وبيعض، فهو كده كده هيقدر يسرفايف مع أقل أنواع أكل، هيقدر عامة يجري ويبقى أحسن من الإنسان. فممكن حد يقول طيب ليه الشمبانزي ما عملش حضارة؟ مع ان احنا لو جينا شفنا التقارب الجيني ما بين الانسان والشمبانزي هنلاقيه 99.9 ايكوال زي بعض. الجينات متقاربة جدا جدا جدا. الفكرة ان الشمبانزي ما يقدرش يعمل اللي الانسان بيعمله على المستوى الجماعي. يعني ايه؟ يعني الشمبانزي او الحيوانات عامة هي ما عندهاش نظام التعاون الجماعي الكبير. يعني الحيوان ما يقدرش يتعامل مع مجموعة كبيرة بفلكسبيليتي ومرونة بشكل قوي، يخليهم مثلا ان هم يفكروا مع بعض ان احنا نبني بيت، ان هم يفكروا مع بعض ان هم يخزنوا مثلا الاكل في المكان الساقع، او ان هم يعملوا حاجة معينة في مكان معين. الانسان هو اكتر كائن حي هو عنده التعاون الجماعي الكبير ما بين شخص وشخص، ما بين 100 و100، 1000 و1000، ودلوقتي بقينا دول ودول مع بعض بيتعاونوا. الفكرة ان انظمة التعاون ما بين البشر وبعض او جنس الهوموسيبينز هي اللي خلتهم يبنوا الاهرامات ويعملوا كل الحضارات اللي احنا فيها دي. وكمان بيفكروا يطلعوا القمر. يعني عمر ما كان الروبوت اتعمل بسبب شخص، بسبب مجموعة من الاشخاص. عمر ما كان الهرم هيتبني بمجهود شخص واحد، ولكن مجموعة من الاشخاص. فدايما التعاون الجماعي هو سبب كل اللي احنا عليه النهاردة وكل الرفاهية اللي يعتبر عايشين فيها. بس للأسف النظم الاجتماعية أو النظام الاجتماعي مش دايما كان حلو. يعني احنا لو هنيجي نشوف الأنظمة الاجتماعية، الدستور نظام اجتماعي، قوانين محطوطة، حقوق الإنسان أنظمة اجتماعية. هنيجي نتكلم حطها مجموعة من البشر، هنتكلم على الحضارات، كل الحاجات دي أنظمة اجتماعية. عشان كده نقدر نقول إن الإنسان اختلف عن الكائنات التانية في الجينات، وفي الطريقة او في التفكير، وفي انظمة التعاون. بس انظمة التعاون ما كانتش كلها كويسة. يعني لو هنشوف انظمة التعاون هنلاقي مثلا ان السجون والمعتقلات والمسالخ كل دي انظمة تعاون جماعي. بس الفكرة دي ان هي انظمة تعاون يعني بشكل سلبي للإنسان. في ناس هتفكر فيها ان هي كويسة، يعني في ناس هتفكر فيها ان هي بتحمي الناس من الشر، وفي ناس تانية هتقولك هو مش من حق اصلا الإنسان ان هو يحجر على حد او ان هو يعتقل حد. ده نظام اجتماعي وده نظام اجتماعي. الاتنين ما كانوش موجودين قبل كده، ما كانوش موجودين من 70 ألف سنة فاتت قبل ما الإنسان يهاجر وينتشر. طب ليه الإنسان أصلا بدأ يعمل كده؟ الإنسان بدأ يعمل كده لأن هو جاله أو بقى عنده حاجة اسمها الاعتقاد. ايه هو الاعتقاد؟ بقى معتقد ان هو مختلف. اول حاجه بدات معاه انه بقى معتقد ان هو مختلف عن كل الكائنات، حاسس ان هو في حاجه مميزه عن باقي الناس، حتى ما بين البشر وبعض.
ساعات بنحس ان احنا مميزين عن غيرنا، يعني انا فيا حاجة مش موجودة في حد تاني. فالاعتقاد والاحساس بان انت مميز بيخليك وبيديلك افكار، ويخليك ان انت يبقى ليك سلطة اصلا على الكائنات في الكوكب. كان الإنسان ليه سلطة على الكائنات في الكوكب، دمر معظم الكائنات. كان بيروح كل قارة من القارات اللي هو سافر ليها من 70,000 سنة فاتت، ويقتل أي حيوان مش عاجبه. بسبب ايه؟ بسبب ان هو كان بيشوف الحيوان بيعمل ايه، يرجع يرغي مع افراد القبيلة، ويبدأوا هم مع بعض يحطوا الخطة اللي هم اعتقدوها، ويبدأوا يقتلوا ويدمروا في الحيوانات، ويسيبوا الحيوانات اللي هم حابينها اللي على مزاجهم. ده اعتقاد. فالكائن الوحيد اللي بيعتقد هو الإنسان. ولو اعتقدت وأقنعت اللي قدامك، ايه اللي هيحصل؟ هيمشي على نفس السنن والقوانين ونفس الرولز اللي انتوا هتحطوها بالمعتقدات بتاعتكم. والاعتقاد اتحول لخيال. بدايته كانت جميلة جدا، الإنسان تخيل ان هو هيقدر بعد كده يتحكم في النباتات، وفعلا بدأ يتحكم في الأنواع اللي هو عايزها. فور اكزامبل، مثلا الإنسان بدأ يعمل ايه؟ أول حاجة بدأ يزرعها القمح. بدأ يزرع قمح بكمية كبيرة جدا عشان يبدأ ياكل، يلاقي عيش، يزرع الحبوب والأكل اللي هو اوريدي هيحتاجه وهيديله طاقة كويسة. فبدأ يتخيل بعد كده، يتخيل ان هو عنده مزرعة، يتخيل ان هو عنده مدينة معينة. فالاعتقاد اتحول لخيال، او الخيال هو اللي اتحول لاعتقاد، لان الانسان بدأ يتخيل، يعتقد، ثم يصدق. طيب ده ليه ايه؟ ده ليه يعني حاجات كتيرة. يعني بقينا ان هو مثلا بنى حضارة، بنى الاهرامات، بقى في روبوت، هنسافر المريخ. كل الحاجات الحلوة دي بدأت بخيال، ثم الاعتقاد أقنعنا بيه بعض، بدأنا نشتغل عليه ونفذناه سبحان الله. طيب ما هو يعني الخيال برضو في حاجات كتيرة. يعني مثلا تعالى نتكلم على حقوق الإنسان. لو فتحنا جسم الإنسان، شرحناه، هنلاقي في جسمه في قلب، في دي ان ايه، في هرمونات، بس ما فيش حقوق إنسان. ايه هي حقوق الإنسان؟ خيال حطه إنسان، وبدأت كل الدول ماشية عليه، وبدأت تسن أو التشريعات القانونية بتاعتها طبقا لحقوق الإنسان، وطبقا للمعتقدات والأجزاء اللي أخدوها هم من حقوق الإنسان. مثلا هنتكلم على النظم السياسية. النظم السياسية هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن يا اما يا اما دول، يا اما قبائل. لو دورنا ودعبسنا هنلاقي في قبائل لسه موجودة. بس اصلا مين حط الحاجات دي؟ مين اللي تخيل ان الانسان لازم يعيش في دولة معينة؟ ايران، فرنسا، امريكا، مصر؟ ايه مين الانسان اللي تخيل حاجة زي دي؟ ما هو تخيل، وبقينا كلنا ماشيين وراهم. لو جينا مثلا اتكلمنا عن النظام الاقتصادي، وده اهم حاجة. النظام الاقتصادي هو عبارة عن ايه؟ مبني على ان البنوك المركزية، او ان المحاسبين او الناس اللي شغالة في البنوك عامة، ورجال الاعمال يبدأوا يسعروا الحاجات بارقام معينة. مثلا يبدأوا يتكلموا يقولك والله مثلا تقدر تشتري الموزة دي ب10 دولار، وبس هتشتريها النهاردة. لو استنيت عليها للأسبوع اللي جاي هتشتري نفس الموزة دي بس ب5 دولار. طب ليه يا عم؟ أصل هيحصل تضخم. طب هو تخيل ان ده هيحصل، وبدأ يتكلم ان ده هيحصل. لو انت صدقت وانا صدقت وكلنا صدقنا، فعلا الموزة هتبقى ب5 دولار. اللي اعتقدوه والتخيل لو كلنا مشينا بيه هو فعلا هيتنفذ. طيب هتبقى الحاجة، مع ان انت يعني تبقى الحاجة بالسعر اللي هم قالوه، مع ان انت لو جيت شفت مثلا الدولار نفسه، يعني هو ملوش قيمة اصلا، يعني ملوش قيمة موضوعية. يعني الورقة نفسها لا تاكلها ولا تلبسها ولا تعالجك ولا تعملك اي حاجة، بس هم قالوا ان ليها قيمة واحنا مشينا وراهم. الفكرة ان مش كل الناس متفقة على نفس الاخلاق او نفس القيم، بس كل الناس متفقة على الدولار، على الفلوس، وتحديدا الدولار. يعني لو جينا شفنا مثلا اسامة بن لادن، او اي ارهابي مثلا، هتلاقيه مختلف مع امريكا سياسيا ودينيا اخلاقيا، مختلف معاه في كل حاجه، بس نو واي تلاقيه مختلف معاه في الدولار، قوه الدولار تحديدا. عشان كده بقينا كلنا عايشين في طبقتين او حقيقتين. في حقيقه اولى، ودي حقيقه موضوعيه، حاجه موجوده فعلا. يعني انت هتمشي على الارض هتلاقي جبل، هتلاقي نهر، هتلاقي حيوانات، هتلاقي حاجات موجوده بتشوفها بعينك. بعد كده هتلاقي الطبقة التانية اللي في الدماغ، اللي مسيطرة علينا قوي قوي قوي، وهي طبقة رجال الأعمال والسياسيين والبنوك المركزية، اللي بقت تخنقنا. الفكرة ان الطبقات دي كل يوم تأثيرها بيبقى أقوى وبتبقى أعنف. ما ننكرش ان الخيال مهم، والخيال ده هو اللي هيكون أصلا نجاة الإنسان، لأن هو يعني زمان بهدل الكوكب خلاص. فما ننكرش ان الخيال هو اللي هيكون الخلاص للإنسان عشان يقدر يكمل، لو فضل كنوع أو كائن حي مكمل في الحياة. بس كل يوم الطبقة دي بتبقى أعنف.
فالفكرة كلها ان محدش بعيش بحياته او بالطبيعة بتاعته. يعني مثلا انت بتتولد في حقيقة انت هتمشي فيها. يعني مثلا في سياسة معينة انت هتتبعها، في قوانين معينة انت هتمشي بيها، في اسعار معينة مجبر عليها، في طرق معينة للشراء والحصول على الموارد هتضطر ان انت تمشي بيها. هو انت لازم هتمشي على القوانين، بس الفكرة كلها ان انت تدور على نفسك وعلى الخيال بتاعك. يعني ما تخليش حد يلوث وعيك ويشكل في دماغك حاجات مختلفة. يعني انا قلت تفاصيل صغيرة، بس في تفاصيل اعمق واكبر انت ممكن تدور عليها. يعني اي حاجة بتدور في دماغك دور عليها واختار الخيال بتاعك. لان الحمد لله البشر اللي هم من 300 الف سنة بدأوا يظهروا، تخيلوا وعملوا حاجات كتير قوي. يبقى جميل لو انت تخيلت خيالك انت، بس اعرف كل الحاجات وابدأ اختار الطريقة اللي انت هتمشي بيها. ما تبقاش امعة وماشي وخلاص ورا القطيع، لان القطيع ده مش حاجة واحدة. القطيع ده يعني انتراكشنز كتيرة حصلت لحد ما وصلنا للي احنا فيه. بس يعني سلام عليكم.